الاهلاويه دلوقتي طالعين عمالين يزيطوا طبعا الا من رحم رب، في ناس كتير منهم بتفهم طبعا، ولكن في ناس كتير طالعه عماله تقول ايه، الزمالك لما احنا طلبنا حكام اجانب زعلان ليه؟ ما هو بيشتكي برضه من الحكام المصريين. هقول لك ليه. شوف نفس الموقف حصل معاك قبل كده وانت ما عملتش حاجه وما طلبتش حكام اجانب زي ما انا طلبت. هقول لك امتى، بس قبل ما اقول لك امتى ما تمشيش كتير ورا عدل القيعي. والله عارف الناس دي بتضحك عليك والله للنهار. الناس دي كل هدفها يوقعوا الناس في بعض ومصالحهم الخاصة فقط، ولا أقل من كده. هم كل اللي هممهم هم شخصيا، لكن انتوا كجمهور والله ما تلزموهم. وخلي بالكم نفس الكلام عندنا برضو، والله خلي بالكم نفس الكلام عندنا. في ناس كتير برضو كل همها هم بس شخصيا، حي حد تاني لا. فما تخلوش حد يلعب بيكم. هنجيب الموقفين دلوقتي عادل القيعي بيقول لك احنا طلبنا حكام اجانب وانتم ما وافقتوش. لا احنا مش ما وافقناش، احنا اعترضنا على الجدول اولا وانتم ما اعترضتوش، رغم ان الجدول فجاه واحده نزل. انتم مريحين 8 ايام ولا 7 ايام واحنا كنا مريحين 3 ايام بس. ده اولا. ثانيا الحكام المصريين قالوا الاتحاد قال في حكام مصريين، انت لم تعترض الا قبلها ب 12 ساعه. انا اعترضت؟ ما اعترضتش، قلت خلاص ما هي كده كده انا مش بنافس فبعيد عن المنافسه. تعال شوف لك بقى حاجه قديمه من ماتش انسحابي انا لما انا انسحبت قدامك، وانا كنت ضد الزمالك انه ينسحب. بس تعال نشوف ايه اللي حصل. نهائي السوبر المصري الاخير طلب حكام اجانب، ولو طقم حكم اماراتي مثلا يحكم المباراه وقتها. اتحاد الكره رفض لما الزمالك طلب حكام اجانب، او اي حكام عموما. الاتحاد المصري رفض وقال لك بلاش. الزمالك ساعتها قال بلاش امين عمر. اللي حصل اتحاد الكره عين امين عمر للمباراه ومحدش اتكلم من الاهلي. حكم مصر اهو، الله ده حكم مصري اللي حكم السوبر، وحكام مصريين كلهم اللي حكموا السوبر. الاهلي ما اعترضش ليه؟ ما الاهلي عنده مشكله مع التحكيم زي ما هم بيقولوا يعني. الزمالك طلب حكام اجانب لمباراه الاهلي في نهائي السوبر ويرفض تعيين عمر، لكن امين عمر هو اللي حكم اللقاء وهو اللي استمر ومحدش اتكلم. انا نفسي افهم الاهلي ما اتكلمش ليه ما بيتكلم على تحكيم؟ اذا الاهلي بيتكلم بقاله كام سنه على التحكيم المصري، الزمالك بقاله كام سنه بيتكلم على التحكيم المصري ومحدش اتكلم كلمه واحده. يا ريت تقول لي موقفك ساعتها كان ايه، ويا ريت تحكي نفس الموقف دلوقتي، ويا ريت تكونوا عادلين. وخلي بالكم اتحاد الكره رايه هيمشي في الموقف ده، لان الزمالك قانوني وماشي قانوني ومحدش يعرف يتكلم على انه ماشي قانوني. زي ما الاهلي زمان او لما الزمالك انسحب برضه انسحب وكان موقف الاهلي قانوني، حاليا موقف الزمالك قانوني. سلام.